طيب عندي سؤال مهم يا كابتن محسن. اتفضل. هل بن شرقي باللي قدمه في ماتش امبارح يقدم نفسه كراس حربه للنادي الاهلي في الموسم الجديد؟ راس الحربه الاساسي بتاعك يبقى بن شرقي؟ انا عارف ان ده سؤال جدلي جدا بس كان بيلعبوا قبل كده لا الوداد. لا هو ده المركز نمرة 2 بالنسبة له. الأساسي هو اللي بيلعب ناحية الشمال، بيستغل هدوء أعصابه وثقته في نفسه، مهاراته لكن ما الفردية. يتثبتش في الحتة دي. لكن ده احتياطا بتحل مشكلة. لكن ما ينفعش انك تعتمد عليه بصورة أساسية، لأنه أولا مش قوي البنيان عشان يدخل في صراعات مع قلوب الدفاع. ماشي. مش السبرنتر جامد عشان يعمل سرعات ويتوغل، وبالتالي انت محتاج وما زلت محتاج راس حربة بمواصفات خاصة يجي يحل المشكلة دي. المهم انه لعيبة الاهلي خدوا الدرس من مباراة بيراميدز وتعهدوا ان هم ينسوا بقى انا مين ونلعب لاسم النادي الاهلي. لهذا كان الفوز على نادي الزمالك. صحيح. طب هاجي لحضرتك مرة ثانية.